ولا حطيتيهم في الارض؟ هادي بغيت نجربو منها ولا جوج ولا وحده؟ ونا راه هادشي غتاكلوا سميتو وغادي تقيه. نو صباح النور، صباح الخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم مبارك سعيد على الجميع يا ربي. كما شفتوا دائما خصنا نعطيو القطيطات ديالنا ياكلوا حتى هما ويفطروا، ونديو فيهم شويه ديال الاجر. الله يتقبل منا ومنكم يا سيدي يا ربي. واللي عنده شي قطيطات الله يتهلا فيهم صراحه، لان فيهم الاجر واجر عظيم. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول بان القطط مزيانين في الدار وماشي نجسين، يعني فيهم الاجر ان شاء الله تعالى. المهم هنا غادي نبدا نوجد ان شاء الله الفطور ديالنا. اليوم غادي ندير شويه ديال، خرجت انا وبنتي بعدا، خرجنا للميركادونا وجبنا شويه ديال الحوت وتشهيت الحوت صراحه اليوم وجدته. غادي نديرو واحد الطويجينه بهذه الطريقه كيف كندير انا، كيعجبني كيحمقني كيجي واعر. مطيشه والفلفله، هذيك البوصه اللي شفتو كبيت فيها فلفله خضراء فلفله حمراء والثومه والبصله، وزدت عليها مطيشه قطعتها صغيره وشويه ديال الربيع، وغادي نخليهم يطيبوا حتى يطلقوا الماء ديالهم، يعني كيطيبوا في الماء ديالهم فقط. وديك الساعه غادي نزيد عليهم هاد شويه ديال الصلصه ديال الكرتون باش تزيد تعقد المرقه ديالها. ومن بعد غادي نخليهم حتى كيطبخوا شي شويه. وراني قليت قبايل، قليت الحوت هو الاول قليته، وعاد غادي حيت انا ولادي ما كيبغوش ياكلوا لي الحوت في الطاجين يعني مباشره، ما كيبغوش سبحان الله. كيف ما نديرو كيسمحوا لي في داك الحوت ما كيبغوش ياكلوه. ملي كنقليه وكنحطو بحال هكا في وسط الصلصه ديال الطاجين هكذا، ونخلي داك الحوت يتقلى يطيب شي شويه في ديك الصلصه، كيجي واعر وكيجي واحد المذاق ديال الحوت مقلي طيب في الصلصه ديالو، كيجي واعر وكياكلوه لي سبحان الله. هو خليته شي شويه واحد 2 دقائق حتى شربت المريقه، والحوت حتى هو شرب ديك الصلصه ديال المطيشه، كيجي لذيذ وبنين وواعر غزال غزال كيحمق واعر. هذه الطريقه انا شفتها طريقه شماليه الصراحه، بما اننا كنسكن في الشمال يعني. هذه الطريقه انا عجبتني، كنشوفهم كيديروها حتى كيقليو الحوت وعاد كيحطوه في الصلصه ديال المطيشه، كيجي واعر بنين خطير، كيجي المذاق ديالو الروعه. المهم عجنت شويه قبايل واحد شويه ديال المسمنات، غادي نعمرهم بالدجاج اللي كان شط لي ديك العقده ديال الدجاج واللوز مطحونين، كنت عمرت بهم البريوات قبل من هذا الفيديو هذا، وكان شط لي بزاف يعني خفتو غادي يخسر. درتهم في كونجيلادور. واليوم مشيت نجيب الورقه، الصراحه انا مشيت للميركادونا باش نجيب الورقه، ولكن ما نكذبش عليكم لقيت واحد النوع مصوب بالالكول، والنوع الاخر ما مصوبش بالالكول ولكن فيه غير 5 د الورقات ودايرينهم 2 الاورو، غلاوهم بزاف بزاف بزاف. ايوا قلت لبنتي اش غادي نديرو، غادي نديو الحوت وغادي نجيو بحالنا. المهم طاحت عليا فكره ان في عوض ما ندير يعني دوك البريوات، صراحه انا كان هاد الحشوه هذه ديال الدجاج كان شاطت ليا من واحد الورقه كنت شريتها وعمرت بها البريوات، ولكن ما كفاتنيش البريوات، ديك الورقه ما كفاتنيش. كنت مشيت زعما باش نجيبهم باش نكمل ديك العقده ديال الدجاج، الحشوه ديال الدجاج مع اللوز، يعني باش كيعمروا كاع البريوات. الناس كاملين راه معروف القضيه هذه معروفه عند الناس. مشيت باش نجيبهم ما لقيتهمش، وانا ندير هاد الطريقه هذه. قلت هذيك الورقه اللي ما عنديش انا غادي نعوضها بالعجينه عاديه بحال اللي غادي ندير المسمن او الرغايف، وغادي نديرهم على طريقه البريوات. وجربتهم جاو واعرين غزالين لذاذين، اقسم لكم بالله البنات الى جاو بحال الورقه ديال بصح، وجاو مقرمشين ومحمرين وجاو غزالين بحالهم بحال الورقه العاديه اللي كنشريو، وطريقه رخيصه بسيطه يعني بحال الا غتعمري البريوات بالورقه كيف ما قلت لكم يعني العاديه. جربتها وصدقات لي واعره. انا بصراحه مشيت باش نجيبهم ولكن ما بدينا كنقراو يعني يعني العجينه باش مصاوبه لقينا وحده رخيصه كاينه في الميركادونا رخيصه مصاوبه بالالكول. ردوا البال مع الورقه راه كتكون فيها كاين النوع اللي كيكون فيه الالكول،
وحده كما قلت لكم هذيك الرخيصه انا ما قدرتش يعني نجيبها. شناهي 2 اورو 5 د الورقات، جاتني غاليه. طبقتها الطريقه هذه غزاله. جربوها. انا المهم جربتها، انا شفتها في واحد الفيديو وقلت غادي نجربها، وجربتها والله العظيم الا جاو الدادين ما شبعناش منهم، فطرنا منهم. وكاين بقى واحد شويه للسحور حتى كملوه ولادي في السحور. يعني حيت درت انا بزاف، يعني ملي عندي الحشوه شاطت لي كثيره، ومع العجينه يعني غير العجينه العاديه. يعني تقدري ديري بزاف ديال البريوات بعجينه ديال الدار، سهله مهله ورخيصه، بلا تماره، بلا ما تمشي تشري، بلا والو. واللي حداها ديك الكامبو، حيت انا فين كنسكن ما كاينش عندنا الكامبو اللي كيتباع فيه ديك الكنافه. بغيت صراحه نطيب الكنافه، ما كايناش حنا عندنا هنايا الكنافه كتباع. حيت حنا بزاف الحاجات ما كاينينش هنايا في فين كنسكن انا. ما كاينش يعني المواد الشرقيه يعني كتجي من تركيا او باش كتصاوبي يعني الاكل يعني المشارق، يعني الاكل اللي حنا معروفين عن العرب صراحه، اللي بحال هاد الكنافه. علاش الشهوه ديالي نطيب الكنافه، ولكن ما جبرتهاش. الشعريه الصينيه كاينه بالحق. هاد الكامبو هذا مشيت حتى لكاريفور كنقلب عليها ما جبرتهاش. كيكون في ديك في الموضع اللي كيتباعوا فيه المواد يعني الاجنبيه اللي كتجي من كل يعني من الدول ديال برا. صعب ما جبرتش ديك الكنافه، عييت نقلب ما جبرتش صراحه على قلبي. تشهيتها ولكن ما جبرتش، حنا ما عندناش الكامبو. المهم ما علينا. انا درت بهذه الطريقه هذه والله العظيم الا جات لذيذه، ومازال غادي نعاودهم ان شاء الله. ولكن هذه المره غادي نديرهم بالطريقه ديال السبانخ بالفرماج. كيجيو حتى هما لذاذين وغزالين. ملي انا طحت على هذه الطريقه هذه المسمنات، يعني العجينات المسمن على طريقه البريوه، غادي نبقى نديرها. ما نكذبش عليكم، غنبقى نديرها دائما مادام الورقه عندنا حنا غاليه. واخا زعما نصاوبها انا ما نكذبش عليكم، انا ما كنعرفش نصاوب الورقه. يعني ما كنزعمش عليها وصافي. ما هي راه كتبان ساهله، بزاف الاخوات كيطيبوها غير في ديورهم، ولكن انا ما كنزعمش عليها. المهم ولكن ماشي نهار غادي مازال نزعم عليها، نطلق عليها يدي وصافي. باش من حتى هاد الصراحه حتى الطريقه جربتها جات خطيره والله القسم، جات خطيره وواعره. انتم دهنتها بالبيض، يعني بيضه وحده دهنتها هنايا بنتي، كانت كتعاونني لان كان عندي الشغل بزاف الصراحه. راكم عارفين رمضان كيكون فيه الشغل والجري والبوطه كتكون مشعوله. يعني الحريره في جهه واتاي من جهه ومهم الا كنتي كتقلي شي حاجه اخرى، المهم كتكون البوطه عامره الكوزينه والشغل والله العظيم. وكتبقى الكوزينه عامره ما. المهم راه هادشي، هاد الحاله هادي راه كيعيشوها كاع الاسر في اي دوله. المهم زينتهم هنايا بشويه ديال الزنجلان من الفوق، وغادي ندخلهم في الفران. Toma el pescado de hoy. ¿A comprar pescado? Hoy te he comprado verde. ¿Cuánto? 2 kilos de verde. Yo me fui esta tarde a comprar pescado yo también. Dice verde. ¿El Mercadona que está al lado? En el Mercadona. ¿Y qué tal hoy con el Ramadán? Hoy mucha hambre. ¿Sí? Sí, Hoy día 5, ¿eh? Sabe que ese Ramadán es bueno. Estamos limpiando el cuerpo ahora. estoy limpiando. Tú no sabes Que eso. ando La primera mojitilla. vez en tu vida lo haces, ¿no? Sí, Bueno. y no debí echarle todo el tiempo. Como No, que- no, vas a aguantar, vas a No, aguantar. tal vez si son 30 días no me da tiempo. ¿Por qué? Porque el día 10 voy a Francia, ¿sabes? Y está probando. Bueno, antes de te vas y ya está, puedes dejarlo. ¿Vale? Si me voy el día 10, ¿cuándo termina? No sé, ahora voy a verlo en Google, luego te lo diré. Vale, ahora te voy a freír pescado, ¿vale? Fríe como 2 kilos de pescado para mí. Vale. 3 o 4 pescados. فوالا انا مشيت جبت الحوت وحتى هو جاب نفس النوع ديال الحوت اللي جبت انا. المهم دابا غادي نقليه له. الفلان راه كيطيب وغادي نقلي هذا الحوت. هنايا عندي الفلان كيطيب راه قريب يسالي كما قلت لكم. قريب يسالي. وهذا الفلان ديال بنتي ها هو وجد. غادي نديروها في الزلافه. في الزلافه ديالها بوحديتها. هو جاب الحوت وحتى انا جبت الحوت. المهم ما علينا. ملي كنقول جيب الحوت ما كيجيبوش، وملي كيقولها له راسو راه كيجيبو. صدقني جيبي الحوت اليوم 2 مرات. هو جابو انا جيب، يعني جايبين 3 كيلو ديال الحوت نفس النوع كيدير 4 اورو الكيلو. المهم معليش ما ما نديرو. زيادة الخير خيرين. المهم بالنسبه للحرير كنطيبت معكم البارح المهم في الفيديو السابق.
غادي نقص البوطه باش ما يفيض لي الحليب. الحريره اللي كنت طيبت معكم البارح. المهم ها هي انا الطريقه ديالي اللي كندير ليها، وهي هنايا كنطيبها كامله في دقه واحده. دابا انا ديال البارح طيبتها، ها هي طيبه واجده. ها هي دابا غادي نجبد، غادي نهز القياس اللي انا غادي ندور اللي غنشربو اليوم، باش كتبقى الحريره فيما ندورها كل نهار طحين جديد كتبقى بحال طريه جديده، بحال درتها غير اليوم، بحال كل نهار كنطيبها جديده. باش هكذا انا كنقتصد الوقت وكيبقى لي الوقت كيعطيني الوقت نصاوب بزاف د الحوايج. هنايا كنت درت الحليب ديال بنتي راه بوحديتو، خاصها بالناس اللي يعني كضرها، هي عندها جرثومه المعده. درت لها الحليب خاص بها هي ديال سين لاكتوز. وحنا كنديروا الفلان بالحليب ديالنا حنايا، يعني الحليب العادي اللي كنشربوه بالحق انا كنجيبو هنايا حليب ديسنطاده وكندير به الفلان يوميا، لان بنتي ماكلتها بوحديتها وخاصها هي يعني الاكل الخاص بها، يعني ما كتاكلش بحال اللي كناكلو حنايا. صافي هنا سالا الفلان وغادي نديرو يبرد. غادي نخليه يبرد دابا. Eso está muy claro, yo no sé. كما قلت لكم انا هذه القميله صغيره، غادي نهز القياس ديال الحريره اللي غادي نشربها، يعني غادي نعبر بالزليف اللي غادي نشربو باش ما تبقاش تضيع عليا. مثلا هكذا أربعة زلايف. هذه غادي نغطيها باش انا وليدي ما كيشربوش الحليب بزاف، ما كيبغوش يشربوها ليا، يعني ما كيشربوا وحده ما كيزيدوش. غادي نحيدها وغادي نديرها كدور نديرها كتسخن وغادي ندورها. وهادشي الحليب اللي كنشربوه هي هذا، كندور القياس اللي غادي نشربو. المهم صافي انا غادي ندور الحريره، درتها كتغلي حتى غلات مزيان، يعني باش الصراحه هاد الطريقه اللي كنجرب انا كل عام، هذه معتمده عندي دائما. كنعمر يعني الكوكوت مزيان بالحريره وكنبقى ندور غير القياس اللي غنشرب. كتجي بحال الا دورتيها كل نهار، يعني بحال اللي كطيبي الحريره جديده كتبقى طريه، وبحال الا يلاه طيبتيها جديده. كنقص عليا الشغل وكنقص عليا ديك الوقفه. يعني بحال دابا انا دابا راني مدوره الحريره القياس اللي غنشربو، لان حنايا ما كانش الا شربنا زلافه ما كنزيدوهاش باش ما تطلع ليناش في الراس. والطبق الاخر صراحه انا راه قسمتهم في الميكات ودرتهم في الكونجيلادور باش يبقاو جامدين، يعني باش ما تخسر لي وتحمض لي. يعني ربما اليوم تشهينا نشربوا الحريره تبارك الله نشربوها، يقدر غدا ما نتشهاوهاش ما غنشربوهاش، يعني ما غتبقاش تمايا في الكوكوت غتحمض ليا مع الصهد. وهذا يعني ما كاينش حنا على الحال سخون، ما كاينش هنايا حنا في المنطقه اللي كنسكن فيها الرطوبه بزاف وفيها البروده ما غاديش تحمض، ولكن تبقى تما مع الصهد ديال الكوزينه غادي تحماض ولا شي حاجه وغادي نستقطيعها فيها. لان الصراحه انا مطيباها بالفول ومطيباها راك شفتوا شاركت معكم الفيديو السابق في الفيديو الاخر. طيبها بالفول وجلبانه لا يا ربي زعما الفول وجلبانه، الفول والعدس كتجيب كتحمق بالفول والعدس خلاص راها معروفه، ولكن انا كنزيد عليها داك الفول كتجي يا سلام كتحمق الصراحه لذيذه. انا كتحمقني الحريره بالفول، الفول اليابس ماشي الفول الخضر، الفول اليابس. صافي ودرتها في الميكات وراني جمدتها. دابا غادي نقلي الحوت اللي جاب الصبليوني ما تنقولش ما سميتو خوصي. المهم هو جاب الحوت وانا جبت الحوت، الصراحه زادني غير تماره. انا حتى قليت الحوت ديالي ودرته في الطويجن، حتى قلت صافي حيدت عليا واحد يعني واحد الحاجه حيدتها عليا من الطريق،
حتى هو داخل ليا ب2 كيلو ديال الحوت. يعني زاد ليا الشغل وزاد لي تماره وزادني وقف اخر في الكوزينه. يعني والصراحه ما نكذبش عليكم، راه ماشي غير انا، راه بزاف الاخوات في هذا رمضان هذا راه كاين اللي ما كتسالي الفطور والطياب ديال الفطور وتوجدوا تسالي وتحطوا يعني لعائلتها باش تاكلوا، حتى كيضروها قدامها، وكاين اللي كيضرها ظهرها بقوه الوقيف، العجينه والطياب ومن هنا والبوطه كلها مشعوله، ها القهوه، ها اللي كدير البغرير، ها الحريره، ها ياتاي، ها قليل الحوت، ها الطاجين. المهم ها اللي كدير العشاء في نفس الوقت مع الفطور، يعني باش ملي تجلس مورا الفطور كاين اللي كتعيا كتسخف غير كتاكل كتسخف بحالي انا، غير ناكل كتشدني السخفه، كيجيني النعاس كيطرخاو لي العظم ديالي، ما كنقدرش نوقف. والحمد لله رمضان كيجيب رزقو بخير وخميرو، ويا ربي تقبل منا صيامنا وصيامكم، ويتقبل منا ان شاء الله تبات الاجر والثواب والمغفره ومغفره الذنوب ان شاء الله يا ربي. والله يقدرنا على ان شاء الله على هذا رمضان نكملوه، والله يطولنا في العمر ان شاء الله رمضان الماجي. المهم هنايا كنسالى داك البيض اللي كان شاط ليا من داك البريوات، كنت درتهم هنايا مع الحريره باش ما يبقاش يعني كيخسر وباش ما نرميهش. يا تلا ورا هوسي vamos a comer. Vamos a comer, y tenemos que haber comido. Vale. Que vamos de retraso. Son las 9:30. صافي درت هنايا الحريره والحوت والشلاضه وكل واحد التصيد ديالو. وهنايا هذاك اللي شاركت معكم الدجاج الحوت مقلي بالصلصه طماطي. ايوا صافي هذا هو كان بردتي ضروري، وكان هو هذا الفطور ديالنا ديال اليوم. وصافي رمضان كريم وفي صحه فطورنا وفطوركم، وان شاء الله الى فيديو اخر مع قناتي وقناتكم قناه ليندا فاتي فلوق. مع السلامه، رمضان كريم.